كانت حياة القديس البابا كرولوس السادس مليئة بالأحداث والقصص، فقد عمل في شركة للملاحة، ثم صار الراهب مينا البراموسي بدير العذراء مريم بوادي النطرون، حتى هرب من رتبة الأسقفية إلى دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. وبعد عودته إلى ديره توحد في مغارة بالصحراء، ثم انتقل إلى طاحونة بمنطقة صحراء مصر القديمة، وأسند إليه في أثناء ذلك رئاسة دير الأنبا سمائيل المعترف بجبل القلمون، فكان يتردد بين الدير ومصر القديمة حتى رشح للبطريركية دون علمه، فهو لم يكن يتطلع إلى الترشح، لكن نيافة الأنبا أثناسيوس مطران بن سويفة القائم مقام البطريرك إنذاك قدم تزكية باسمه قبل إغلاق باب الترشح بيوم واحد. وكان هذا هو الحوار الذي دار بينهما في محادثة تليفونية. ألو، ألو، وحشني صوتك أوي يا أبو نمينة. معاك الأنبا أثناسيوس. سيدنا الأنبا أثناسيوس، أقبل أيديكم يا سيدنا. قولي، ليه ما قدمتش تزكية باسمك ورشحت نفسك يا أبو نمينة؟ ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا. ربنا يختار الراعي الصالح اللي يرعى شعبه ببر وطهارة قلب. كان لازم ترشح نفسك، بس أنا هصبر واستنى منك جواب للترشح. لازم تقدم تزكية وتترك الله يدبر ما يشاء. الله يدبر أمر كنيسته. يا أبو نمينة، أنا قدمت خلاص تزكية باسمك في الوقت اللي حدده ربنا. أنا يا سيدنا؟ مين أنا الدودة الصغيرة عشان أتطلع للمهمة العظيمة الخطيرة دي؟ يروح فين الصعلوك بين الملوك يا سيدنا؟ الله يرفع الفقير من المزبلة ويجلس مع رؤساء شعبه يا ابو نمينة. اختارت العناية الإلهية القمص مينا المتوحد ليصبح راعي الرعاة وليكون بطريركا في 10 من مايو 1959. إلا إن حياة الوحدة والانعزال عن العالم كانت دائما محل اشتياق القديس البابا كرولوس السادس، فيذكر القمص رفائيل آفا مينا الشماس الخاص بقداسته إن بعد نهاية قداس افتتاح القدرائية وفي الطريق إلى المرقوسية الكبرى قال له البابا كيرلس: شايف يا ابني، شايف كل البركات الحلوة دي والمشاركات العالمية وحضور الرئيس عبد الناصر بنفسه؟ فأجابه الشماس رفائيل: ربنا يخليك يا سيدنا، ونشوف بركات حلوة كتير في عهدك. فما كان من البابا كرولوس إلا أن قال له: صدقني يا ابني، ولا يوم من الأيام الطاحونة، ولا يوم من أيام الطاحونة